البوريك الليبي بأنواع مختلفة من الدقيق والحشوات. أول شي نبدو بالدقيق العادي أو دقيق القمح. المقادير هي كوب دقيق مع كوب مية، تخلطيهم بالضراب اليدوي أو بالشوكة لين يبدأ قوامه سايل. كان جاي معك سايل، هل بتقدر تضيفي كشيك دقيق، تخلطيهم تحطيهم على جنب. تسخني الطاوة اللي بتطيبي فيها، ضروري تكون سخونة، وتدهنيها بشوية زيت تمسحها بالكينكس. لما بتجي تدهني الطاوة، طبعا الطاوة بتكون سخونة، تاخدي شوية من الخليط في ايدك وتحاولي تمسحي على الطاوة. لما بتمسحي على الطاوة هي اصلا كانت على النار، هتلاحظي ان الخليط تغير لونه ولا لون رصاصي، يعني بدا يطيب. فما تخافيش ان الطاوة تحرقك او حاجة، حاولي انك تمسحي من فوق لفوق. بعد ما تكملي الدايرة كلها بتاع الطاوة، تحطيها على النار، وهتلاحظي ان هي الورقة هتفصل بروحها من الطاوة. كان لقيتي فيه نقبات ما فيهمش عجينة او ما فيهمش الخليط، خدي شوية بصبعك وامسحي عليهم، تتغطى، وبعدين عاودي حطها على النار تاني، او هي على النار تقدر تريح. بعد ما تطيب الورقة تنحيها من الطاوة وتحطها في صينية، وتعاودي تدهني تاني بالزيت وتمسحي بالكينكس، وتدهني الطاوة تاني بالخليط. وكان تبي تخزنيهم، تحطي بين كل ورقة وورقة نايلو، وتحطيهم في الفريز او في الثلاجة. نجولي حشوة البوريك الأولى، درتها بالدحي، دحي وجبنة ومعدنوس. تاخدي الورقة تحطيها على حاشية الصينية، يعني تخلي منها طالعة شوية بس بعدين لما تنقليها للطاوة وتقليها تبدأ سهلة في الشدان. تحطي فيها دحية وجبنة ومعدنوس، ودرت رشة ملح وفلفل أسود، وتسكريها تبدأ نص دائرة. حطي الزيت على النار يسخن، وبعدين ضيفي له البوريكة. طبعا لما بتحطي البوريكة تجبديها من الحاشية اللي خليناها طالعة برا، حتكون أسهل تسحبها سحب للزيت باش ما يتنطرش الزيت. حاولي تحطي شوية زيت بالكشيك فوق البوريكة. بعد ما تطيب الدحية والبوريكة من الجهتين، تاخدها وتصفيها في الكينكس. وهذا شكلها من داخل. نجول النوع الثاني من البوريك، درتها بدقيق الحمص. الناس اللي عندها حساسية من الجلوتين، استعملت نفس الكمية، كوب دقيق حمص وكوب مية. طبعا انا ضفت نص كمية المية، حركتها كويس بالمضرب اليدوي، بعدين ضفت الكمية التانية. لازم تخلطيه كويس مع نص كمية المية من الاول، لان فيه الحبوب الدقيق لازم تتخلط كويس وتنحل مع المية. بعدين تقدر تضيفي نص تاني من المية. بعد ما تحركي وتوتيه، تديري نفس خطوات اللي درناها مع الدقيق العادي، اللي هي تحطي الطاوة تسخن على النار، تمسحها بالكينكس بشوية زيت، وبعدين تدهني الخليط على الطاوة. بعد ما تدهني الطاوة كلها بالخليط متاع دقيق الحمص، تحطها على النار لين تطيب. طبعا ما تاخدش حوالي 10 ثواني او 20 ثانية. بعد ما طاب الورق كله وكملت الخليط كله، خديت بالورقة وحشيتها بحشوة همبرجر. هي عبارة عن دحية والحم مفروم، طبعا الحم مفروم طايب، وجبنة وطماطم أخضر. تغلفي البوريكة وتحاولي تحطها على الجنب، بعدين تسحبها للزيت تقلها. النوع الثالث من البوريك كان بوريك البطاطا. استعملت فيه دقيق جاهز اللي هو خالي من الجلوتين. مكوناتها هي دقيق البطاطا والرز والسبول. المقادير كانت نفسها، كوب دقيق وكوب مية ورشة ملح، تخلطين ببعض كويس لين يبدأ قوامه سايل شوي. طبعا الدقيق هذا كان فيه نسبة كبيرة من النشا، فالنشا لما بتخلطيه مع المية حينزل لوطة، تقعد المية فوق. كل ما بتاخدي شوية من الخليط لازم تحركيه باش متاخديش المية بروحها او النشا بروحها، فكان متعب شوي.
لما بتحطي على الطاوة طبعا لازم تكون طاوة سخونة ومدهونة بالزيت، تدهن الخليط متاعك وتحطيه على النار لين الورقة تجف. لما الورقة تجف تطلعها وتحشيها، تبدأ واتي انك تحشيها. مع الورق هذا درت حشوة البطاطا المهروسة. الحشوة هي عبارة عن بطاطا تحطيها تنطبخ في مية سخونة، بعدين تضيفي لها ملح وفلفل أسود مع دنوس وطماطم وجبنة، وتحركها أو تهرسها. بعدين تاخدي 3 ورقات على بعضهم وتقصيهم بالشكل هذا على 3، تفكيهم من بعض وتحشيهم بحشوة البطاطا، وبعدين تسكريهم بحيث يطلع لك شكل مثلث. وما تحتاجيش تدهنيهم بدقيق ومية أو زيت باش يلصقوا في بعض وما تنفتحش منك الحشو. تقليهم في الزيت وتحمريهم من جهتين. النوع الأخير اللي جربته كان دقيق الرز، فكانت الكمية نفسها كوب دقيق رز وكوب مية، حركتهم مع بعض كويس لين ولا عندي الخليط سايل. درت نفس الخطوات متاع الطاوة اني نسخنها وندهنها بالزيت وبعدين نحط فيها الخليط. فلما حطيت خليط متاع رز فكان كأن عجينة بتحاول تدهنيها في الطاوة. حاولت نخفف شوية بالمية باش يكون سهل وسهل انك تمديه على الطاوة. لما لقيت قوامه هيك تقيل شوية حاولت نزيده شوية مية، ممكن قلت يعني يمد معاي في الطاوة، فزدت شوية مية ومديته فما كانش يشد في الطاوة او يتغير لونه زي انواع الدقيق الاولى اللي جربتها. ضفت له شوية مية تاني ولا سايل هلبة، فقمت بكشك ساقو حاولت نديره زي الكريم. حطيته على النار وللأسف حتى بعد ما طاب كان متشقق هلبة وما منفعش. فبالنسبة لدقيق للخالي من الجلوتين، أكتر دقيق نجح معاي هو دقيق الحمص، لكن دقيق الرز منعرفش كان في ناس تجرب فيه ونجح معاها، ياريت تكتبولي في التعليقات. أما بالنسبة للبوريك المفروم هذا فاستعملت ورق البوريك اللي بالدقيق العادي دقيق القمح. استعملت الحشوة المفروم اللي متبلة بالفلفل الأسود والملح والقرفة وشوية جبنة. قصيت الورقة على 2، حطيت الحشوة وسكرتها من الجناب ولفيتها بشكل اسطواني، بعدين تحمرها في الزيت من جميع الجهات وتقدمها. وهذه كانت تجربتي لأنواع مختلفة من الدقيق والحشوات، وإن شاء الله الناس اللي عندها حساسية من الجلوتين تكون استفادت. سلام.